من المواضيع اللي بتقابلني ومش قليله في السيشنز لما بندور ورا قصه الاكل والدايت وبنحب ايه وما بنحبش ايه القصه دي، نلاقي ان ورا المشكله كلها انا مش حابه جسمي، مش حابه شكلي. والموضوع بيبدا من الواحد وهو صغير قوي، لما بنقعد ندور عليه بنلاقي ان الموضوع بادئ من زمان، من اول ما تعليق على الوزن، تعليق على الشكل، ايه البطن دي، ايه الخدود دي، لا ما تلبسيش الستايل ده متخنك، ونبتدي بقى نقارن بينها وبين ناس اصحابها وناس جيرانها، نخليهم يعملوا دايتس قاسيه كنوع من الحرمان عشان تخس بسرعه، عشان ما ينفعش تبقى تخينه وهي صغيره. لما تبتدي تكبر شويه نبص نلاقي ان في بعض الكوميونيتيز او التجمعات ما بتقبلش او بتفرض صوره معينه لشكل الشخص عشان بناء عليه يتقبلوه في هذا المجتمع او لا. وفي وظائف كتيره بترفض انها تعين مثلا سيدات ممكن وزنهم زياده شويه. فنبتدي نبص لجسمنا ده ان هو حاجه وحشه وان احنا كرهناه، ونبتدي نعامله معامله في منتهى القسوه ودايتس قاسيه. يقول لك لا عشان صحتي، لا هي ما بتعملش ده لصحتها ولا بتعمل ده لنفسها، هي بتعمله لهذا الجسد بتعاقبه وبتحرمه عشان هو سبب لها اذى نفسي كبير. والحقيقه ان احنا محتاجين ان احنا نكون رحماء شويه بنفسنا باجسادنا، ونبص لجسمنا ده بشكل مختلف ونسال نفسنا هو انا جسمي ده ما قدمليش حاجه حلوه خالص؟ يعني كله وحش وحش وحش، مفيش حاجه حلوه عملها لي خالص. طول ما انا رابطه رضايا وسعادتي برقم على الميزان او مقاس بنطلون عايزه البسه، عمري ما احس بالرضا والسعاده. هتفضل دايما علاقتي بالاكل بايظه ومش هينفع معايا اي دايتس. محتاجين ان احنا نفهم هذا الجسد، محتاجين ان احنا نتقبله في الوقت الحالي ونفهمه ونحترمه، ونشوف احنا ممكن نعمل ايه بحيث ان انا اطلع انا وهو فوق بدل ما احنا نازلين احنا الاتنين تحت. دمتم في صحة وعافية.